حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. An Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu an rajulin min al-ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza tawadda ahadukum فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتبها الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. Dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dari salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu bahwasannya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna lalu berangkat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka setiap kali ia mengangkat telapak kaki kanannya
Allah Azza wa Jalla pasti akan mencatat untuknya satu kebaikan, dan setiap kali ia meletakkan telapak kaki kirinya, Allah Azza wa Jalla pasti menghapuskan darinya satu keburukan. Oleh karena itu, silakan seorang di antara kalian memendekkan langkahnya atau memanjangkannya. Lalu jika ia sampai di masjid dan mengerjakan sholat berjamaah, maka diampunilah dosanya. Jika ia sampai di masjid sedangkan orang-orang telah mengerjakan sholat beberapa rakaat dan masih tersisa beberapa rakaat, ia pun ikut sholat berjamaah sebanyak rakaat yang ia dapatkan dan menyempurnakan rakaat yang terlewatkan, maka ia juga akan mendapat ampunan. Jika ia sampai di masjid sedangkan orang-orang telah selesai mengerjakan sholat jamaah lalu ia mengerjakan sholat dengan sempurna, maka ia juga akan mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Abu Daud. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi aliyin. Dari Abu Umamah radhiyallahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci untuk mengerjakan salat wajib berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti orang naik haji yang sedang berihram. Barang siapa berangkat ke masjid untuk mengerjakan surat duha tanpa maksud lain selain itu, maka pahalanya seperti orang yang sedang berumrah. Solat yang satu setelah solat yang lain tanpa perbuatan maupun perkataan sia-sia di antara keduanya akan dicatat dalam Illiyin. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci untuk mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti orang naik haji yang sedang berihram. Barang siapa berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat duha tanpa maksud lain selain itu, maka pahalanya seperti orang yang sedang berumrah. Solat yang satu setelah solat yang lain tanpa perbuatan maupun perkataan sia-sia di antara keduanya akan dicatat dalam Illiyin. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan Illiyin adalah nama buku catatan kebaikan yang di dalamnya tercatat semua amal perbuatan orang-orang soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ahadukum fayahsinu wudu'ahu wa yusbighu thumma ya'til masjida la yuridu illa as-salata fihi illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi biqal'atihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik dan sempurna lalu berangkat ke masjid dan hanya berniat untuk mengerjakan sholat di dalamnya, maka pasti Allah akan meridainya sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi saat menyambut kedatangan orang yang bepergian itu. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. An Salman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddu'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida fahuwa zairullah wa haqqun 'alal mazuri an yukrimaz zaira. Dari Salman radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya dengan sempurna lalu berangkat ke masjid, berarti ia adalah tamu bagi Allah dan merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Dari Salman radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya dengan sempurna lalu berangkat ke masjid, berarti ia adalah tamu bagi Allah dan merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya.
hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.